احكي لك يا اسطى، عمي لما جه عندنا يوم في البيت. المهم يا اسطى عمي ده سنه صغير فاهم، يعني عمي ده اصغر واحد في اخوات ابويا. الراجل ده جه عندنا البيت، وعرفت ما جه عندنا البيت سكه ودغري. هو راح يا اسطى قعد مع ابويا يومين. انت عارف بقى يا اسطى انا ابويا فاهم 24 ساعه مطوشه واعلانات واخبار والناس دي فاهم. والراجل ده اكتئب بقى، قعد في البيت يومين قال لك يا ريتني ما جيت من البلد. بيقول له يا جمال انا عايز اخرج. بيقول له انت عايز تخرج بس عليك وعلى احمد. هو قال له كده وجالي بقى، انا سمعت الكلمه من بعيد. جالي بيقول لي انا سمعت ان انت هنا بتاع الخروجات. قلت له ايوه انا بتاع الخروجات. فراح قال لي يا احمد احنا عايزين نروح مكان مبوف. ايه مبوف دي؟ قلت له ايه مبوف دي؟ قال لي يعني مكان جامد. قلت له بس انا هوديك مكان مبوف، احنا نروح كايرو فيستيفال. قال لي نروح في كايرو فيستيفال. قال لي كده بالظبط. قلت له في كايرو فيستيفال ايه بس؟ قال لي انا عارفه ده ديسكو. قلت له لا يا عم اعوذ بالله. قال لي طب ما نروح ديسكو. قلت له يا عم ما تقولش كده يا عم والله اطلع. قال لي خد يا عم انا بهزر. قال لي امال ليك كايرو فيستيفال ده؟ قال لي كده. قلت له قلت له جاي اكمل اعرفه ان ده مول. قلت له كايرو فيستيفال ده راح بالله بس. قلت له بس ليه مالك القرف ده كده؟ راح بيقول لي عرفته. رحت بيقول لي بس ما بحبوش. رحت بقول ده البلد عندنا الطوارئ بلد شكله عارف ونزل في كذا مره. رحت بقول طب ما بتحبوش ليه يا عم؟ راح بيقول لي بيعمل قشره. وجرش شعره كده. قلت له ايه اللي بيعمل قشره؟ قال لي كاركو استكفاش. قلت له كاركو استكفاش بيعمل قشره؟ قال لي امال ايه مش ده شامبو؟ قلت له لا ده كحه. قال لي يا احمد انت عايز تهزر بقى وانا عامل لك. قلت له لا بص كاركو استكفاش ده مول بس مول جامد. في بقى قال لي في نسوان. قلت له في نسوان. قال لي يلا من غير ما ترغي فيه. انا كنت اقول له بقى ان هو مول فيه محلات ولعب انت فاهم. فراح قال لي يلا على طول طالما في نسوان هناك يلا. المهم المعلم ده راح. انت عارف بس على كايرو فيستيفال مول مصر الحتت دي بتلاقي بوابه كده طويله بتسيب فيها المحفظه بتاعتك وسلسله اي حاجه بتاخدها من ايه من البوابه الناحيه الثانيه على طول. انت بتمشيها على سير كده. فاحنا واقفين الدنيا بقى احنا وصلنا بالليل فالدنيا ليل والطابور طويل وبتاع. فانا وقفت مستني دوري شويه. فراح اول ما جه هو كل ده واقف. فهو شايف الناس عماله تطلع محافظ تحطها والحاجات والتليفونات وبتاع. فاول ما جه راح قال لي هوب ارجع. الفكره ان لفت انتباه المول على العبط اللي هو يعمله ده. فراح الناس كلها بصت له بيقول لي عايز تحاسب لعمك؟ وراح مزقني كده جامد والله. قال له امسك 2. قال له 2. قال له ايه اللي 2؟ قال له يعني ده 2 ده يوم في الاسبوع ولا ايه؟ قال له لا خد 2. قال له انا مالي اخد 2 اخدهم واوديهم فين؟ الراجل مش فاهم اكيد مش فاهم ان هو تذاكر فاهم. ده الراجل دايما واخد على حوار الامن طب كان رايح بجلابيه؟ لا يا عم كان رايح ببنطلون وقميص عادي بس افهم ده لابس عليهم كاب بس جالك في الموضوع. المهم يا اسطى راح قال له امسك 2 وبتاع. راح الراجل ايه قعدنا كلنا نفهمه ان دي مش تذاكر وبتاع وان هنا بيسيب الحاجات وبيمشي. وهو حاسس ان انا متفق مع الراجل عشان ادخله على حسابي. طب انا دخلت على حسابي انت عارف اصلا انا بسالوح على الناس هدخلك على حسابي ليه؟ فالمهم رحنا يا اسطى ايه رحنا دخلنا المول. دخلنا جوه اول ما شاف الحريم فاهم. واول مره يشوف يا اسطى فخاد فاهم. هو طول عمره بيشوفها في التلفزيونات فاهم. هو شايفها كده. فبيقول لي الحق. بقول له ايه؟ بيقول لي نازله من البيت على هنا بالبيجامه. بقول له لا بقول له لا مش هي ده الطقم بتاع مصر. قال لي ده حلو ده جوي. اتزنقت فاهم. انا بني ادم وبتزنق عادي. فالمهم انا كنت لسه جايب الايفون اللي في ايدك ده وكنت لابس كاب على شعري كده. كنت قدام شعري بكاب كده ولابس كاب. فراح المعلم ده قلت له ايه؟ قلت له امسك التليفون والكاب دول اخش اعمل حمام وايه واجي لك. حلو. راح المعلم ده عمل ايه بقى؟ مسك واحده يا اسطى كانت واقفه لوحديها بس معاها هيلف. هو ما عرفش ان معاها هيلف بقى ولا انا اعرف. انا اتحكى لي بعد كده. راح او مش اتحكى لي انا اتحكى لي فاهم. راح المعلم ده عمل ايه؟ قعد يقول لها الصابون السائل ده بيقول كلام معفن. انا لو بنت هتقف في وشه فالبنت اتضايقت فاهم يعني عكس معاك لطيف. راحت قالت له انا راح الله انت راحت قالت له انا صابون سائل. هي البنت فاكراها شتيمه. اكيد صابون سائل ده ب 5 جنيه انت مشبه ايه ده ايه ريال دي انت مشبه دي بصابون السائل. فراح بيقول لها ايه؟ بيقول لها قالت له ايه؟ قالت له طب انا هجيب لك اللي ورايا. هو افتكر التوته فاهم. ففرح قال لها هات لي اللي وراكي واتبسط كده. هترى رايح تجيب له واحد هيلف من الكافيه اللي كان قاعد فيه. المهم يا اسطى هي مشيت وسمعها كده بتقول له تعالى في واحد معاه كاب هنا ولابس ايفون وبتاع. معاه كاب ولابس ايفون. واحد لابس كاب ومعاه ايفون وبتاع. فالمهم هي اول ما قالت كده راح المعلم ده جري عليا. انا لقيت فجاه واحده باب الحمام انا قاعد بشخ في امان الله. لقيت الباب بيتكسر بايدين 2 كده بدي مين؟ اخرج بسرعه. اسهال ايه يا عمي؟ ده في 60 حمام. لا انا بستريح هنا انت اول مره تيجي في مصر اصلا هنا. اخرج بقول لك بسرعه. رحت المعلم ده خرجني من عز القلوط والله. رحت يا اسطى خرجت. راح بيقول لي اخرج استناني بره مش اديني برمين. طب ليه اخرج؟ طب ما اخش انا حمام تاني. قال لي اخرج استناني بره. رحت انا لبست الكاب ولبست ومسكت التليفون وطلعت وقفت كده والله العظيم. اول ما خرجت من الباب رحت لقيت قلم كده. انا لقيت قلم ايه انا فاكره فاهم. انا اول ما خرجت يا اسطى فاهم انا ببص كده لقيت حاجه بتعمل كده. فانا اتضايقت كده فرحت بقول له انا اتضايقت بقى اتحرقت الكاب وقع وكله وقع. فرحت بقول له في ايه؟ فراح بيقول لي انت بتعاكسها ليه؟ قلت له يا عم عاكس مين؟ انا اول مره اشوفكم انتوا الاثنين. انا اتضايقت بقى فاهم. فراح بيقول لي والله العظيم قالت لي في واحد فلاح لابس كاب ومعاه ايفون
وكان هنا على باب الحمام الوقت. اه انا جه في بالي عم بقى. المهم بقى فاهم يعني، اشوف اتضايقت من عم ازاي. راح المعلم ده خرج من الحمام، راح بيقول لي ايه عملت ايه؟ راح بيقول له ده عاكس مراتي. الراجل بيقول له عم كده، شوف عم اللي معاكسها يعمل ايه يا اسطى؟ يعمل ايه؟ انا كنت واقف كده وهو بيكلمه كده، اداني قفا يا اسطى خلاني اخش على الراجل. فرحت بصيت له كده بقى، انا فاهم الدموع هتفرق من عيني. فراح بيقول لي بتعاكس الزبون يستاهل ليه؟